السلام عليكم. اهلا بيكم حلقه جديده معانا من اوت دورز بالعربي. امبارح الحمد لله طلعنا طلعه ظريفه كده. ضربنا فيها غزاله سبايك، وجبنا شويه لحمه الحمد لله بفضل الله. وفي مجموعه من اصدقائي كلموني قالوا لي طب ايه القوس الغريب اللي انت بتصطاد بيه؟ ايه يا عم النبله دي؟ متشكرين يا جماعه. النبله دي اكشلي رايقه جدا. القوس ده مختلف عن الاقواس العاديه. دلوقتي احنا عندنا 3 انواع من الاقواس، في 3 انواع من الاقواس. الريكيرف بو، وده تراديشنال، اللي هو القوس عباره عن الخشب اللي هو بتحطه وتتنيه وتوصل فيه الوتر. وفي اللونج بو، ده اللي هو القوس بيتعمل بنفس الطريقه اللي هو القوس بتاع الانجليز زمان. ده هو القوس اللي قد كده، ده عايز عشان تشده 3 4 معاك. والقوس ده بيحتاج تمرين خاص. يعني زمان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم او في وقت الحروب القديمه، يعني كان تلاقي الرماة دول كتفه اللي بيضرب بيه كتفه اليمين ده قد كده وكتفه الشمال ده قد كده. الحمد لله احنا ما بنحتاجش الحاجات دي دلوقتي واحنا بنصطاد. دلوقتي احنا عندنا الكومباوند بو اللي انا بستخدمه ده بو انا بالنسبه لي انا رايق جدا. البوز دي ما ينفعش اي حد يستخدمها. يعني ايه؟ يعني القوس بتاعي ما ينفعش واحد صاحبي اطول مني شويه يصطاد بيه، ما ينفعش واحد صاحبي اقصر مني شويه يصطاد بيه. ينفع واحد صاحبي نفس طولي اقوى مني يصطاد بيه، اضعف مني لا. ليه؟ عشان السترنج بتاعه او الوتر بتاعه بيتعمل له كاستمايزيشن في القوس نفسه على مقاس الشده بتاعتك على ايدك، وعلى حسب قوتك انت تقدر تشد لحد فين. انا بقدر اشد مرتاح جدا لحد 80 باوند، بصطاد ب 70، بصطاد باخف شويه عشان في اوقات ما بقدرش ان انا اعمل الشده بتاعتي بالكامل، فبعملها زي ما انا عملتها كده، برفع حته صغيره واسرقها في النص علشان اسد في مساحه ضيقه. دلوقتي القوس ده متقسم لعده اجزاء، لان هو مش زي التاني حته خشب واحده متنيه منحوته، لا ده اجزاء. عاده الاقواس دي بتبقى كربون، والليمبس بتاعتها بتبقى الومنيوم عادة. بس طبعا في بقى التكنولوجي التانية، في اقواس غالية جدا بيعمل لك مغنيسيوم الوي بقى وحركات كده من ايه، من اللي احنا بنحبها. احنا بنصطاد برضو على بادجت معقولة، وما يعني ان شاء الله نوريكم حاجات احسن واحنا بنتحرك. ده اسمه الرايزر، اللي هو الجزء الاساسي في القوس نفسه، اللي هو فيه الهاند جريب اللي انت بتمسكه منها، اللي هي دي الجريب بتاعته. وده الليمب اللي هو بيتني، وهو ده اللي بياخد الصدمه والشوك كلها. يعني القوس ده احنا لو ضربناه من غير سهم فيه، الليمب ده بيفرقع، لان هو ده اللي بياخد الانرشيا كلها اللي طالعه من القوس. بعد كده القوس اللي انا بصطاد بيه فيه كامه. هو القوس ده عامه اسمه دايموند او دايموند ارتشري، ده انفاينايت ايدج برو. انا جبت القوس ده عشان الراجل الكبير قوي قوي في الصيد جيم شوكي قال ده من الكومباوند بوز الظريفه. وانا برضو بستخدم بير عندي قوس بير برضو، بس ده بصراحه كومباوند كومباكت وصغنن، ويعني حاجه جميله خالص. هنا الكامات دي اللي بيتظبط فيها الطول بتاع الليمب، وبيتظبط فيها قوه الكامه. يعني في هنا هتلاقي عندك على طول الكابل نفسه، في هنا بوينت A بوينت B بوينت C، ده هنا عشان تحدد الطول والشده بتاعتها. وهنا في الارقام 1 2 3 4 5 6 وطالع هنا عشان يحدد الوزن بتاعه. فانا عايزكم ايه، لا هنرجع لها تاني، هضربه مره كمان. بعد كده هنا في السايت بتاعنا. السايت بتاعنا متقسم لبينز 1 2 3 4 5. انا البين بتاعي فيه، انا ظابطه على 20 ياردة 30 ياردة 40 ياردة 50 ياردة 60 ياردة. في سايتس تانية اغلى بكتير، سايت مثلا عامل $900. السايت نفسه الكترونيك، عباره عن سكرين بتحدد مسافه الهدف بعيد عنك قد ايه، واوتوماتيك، وبيظبطه مع البيب سايت وتضرب عليه يوصل. احنا بنستخدم واحد مانيوال. في نوع تاني في 1 بين، في بين واحد بس قاعد كده من تحت وانت بتظبط فوق وتحت عليه. انا بفضل ده عشان لو بصطاد في اجواء ضلمه في اضاءه، البينز دي بتنور، يعني بفتحه انوره او اضلمه عشان اشوف. بعد كده راكب فيه كويفر هولدر او الحامل بتاع الاسهم بتاعي. ده هنا بحط فيه الكويفر بتاعي اهو.
عشان وانا ماشي بصطاد في الغابه ولا اي حاجه في حاجه طلعت وقوم واخده حاطه عليه ضارب، ويبقى معايا كام سهم تاني اقدر ان انا اصطاد بيهم، مش بتضرب سهم واحد السلام عليكم يلا بينا احنا ماشيين. جميل. وفي نفس الوقت الموضوع ان هو بيتشال ويتحط ده بيخليه ايه اسهل عشان الحركه. بعد كده ده الحامل بتاع الاسهم. الحامل بتاع الاسهم ده بيجي انواع، في منه ويسكر بيسكت زي ده اسمه ويسكر بيسكت، وهو مجموعه من الشعيرات ماسكاه. انا بحبه جدا عشان لما بضرب السهم بيعدي فيه زي كده. البلاستيك ممكن يكسر الفينز بتاعتك، لان الفلاتشز بتاعت الشهم دي مش ريش، دي بلاستيك. فلو اتخبطت بلاستيك في بلاستيك مره في الثانيه بتلاقي ده طار، السهم بقاش يطير ايرودايناميكلي زي ما هو بقى مبسوط او زي ما هو كان عايز، بيبقى سهم زعلان جدا. هنا الويسكر بيسكت افضل بكتير. بعد كده عندك جريب تمسكها بايدك. ده هنا جريب بروتكت، يعني دي بتتحط على ايدي انا عشان لو الاخ ده وقع، مش عايز اقول بروتكشن بس هو بروتكشن ليا انا مش للقوس، عشان انت تبقى في الستاند 10 15 متر فوق وبعدين تضرب زي الباشا وبعدين هوب ايه ده راح فين يا معلم، انزل هاته بقى لو كان لسه ايه سليم. بعد كده عندك هنا بيب سايت. البيب سايت ده مهم جدا. انا قعدت فتره طويله اصطاد من غيره وكنت بضرب بيه على التارجت من غيره، بس ما كنتش بعرف اظبط عيني بالظبط كل مره الايند ان انت تضرب السهم في السهم من غير تهريج. بالبيب سايت ده انت ممكن تضرب سهم على 20 متر وتحط السهم التاني في السهم مش في التارجت، في السهم. روبن هود بيسموها روبن هود. فده من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي، خصوصا المسافات الطويله بيظبط معايا. في ناس كتير احسن مني بتصطاد من غيره، ربنا يكرمهم عندهم سكيلز اعلى بكتير. هنا ده نشرح ده الاول عشان نشرحه. ده اسمه البو ريليس. النوع ده من القوس ما ينفعش تشده بايدك، لازم تشده بريليس. الريليس بيتربط في ايدك زي كده، وفي ريليس تاني بيتمسك يدوي بس انا ما بحبوش. انا بحب وانا بصطاد الحاجه تبقى فيا، يعني التاني اللي انا بمسكه ده ممكن يقع مني، انما ده بفتح ايدي ماسك في ايدي مفيش مشكله. الجارد بتاعنا هنا ده الاستابلايزر، ده اللي بيعمل ستابلايزنج للبو. في منه اطول في منه اقصر، انا بحب الرابر الصغير ده بيخلي البو ستيبل في ايدك بعد الضربه. بعدين عندك هنا 2 دامبرز كاوتش. الدامبرز الكاوتش دول بيخلوا صوت القوس اخف، لما الوتر يضرب تاني بيبقى صوته مش عالي. هناخد القوس ده. انا عايزكم تبصوا على ايه بقى، ده اللي انا كنت عايز ابص اقول لكم عليه. عايزكم تبصوا على حركه الكمات وانا بشد الوتر، وانا هحاول اشد من غير ما ارفع. هو المفروض ان انا لما باجي اشد بحطه فوق واشد لورا عشان السحبه، بس الحقيقي وانت بتصطاد دي حركه اكشن عالي، فانا بحاول اشد لورا مفتوح من غير ما ارفع وش القوس وانا بصطاد. وعشان كده ما عملتش الوزن تقيل قوي على العادي. يا ريت تبصوا على الكمات وهي بتتحرك. بعدين بنبص في البيب سايت على 10 ياردة على التارجت بولز اي. طبعا في تحت الريليس في الكلابه اللي بتسيب. وده بكده يستوفي القوس الجميل بتاعنا الكومباوند بو. معانا كروس بو بس مش هنتكلم عليه المره دي، لان انا لما عملت الفيديوهين مع بعض خدوا حوالي ساعه الا ربع، فاحنا هنتكلم بس على الكومباوند بو المره دي. الكومباوند بو بيستخدم رمح، ده الرمح اللي ضربنا بيه الغزاله، لسه الاحمر عليها اهو وشعر الغزاله لسه عليه. ده سوري السهم مش الرمح، انا مش عارف ليه بتعلق معايا ان هو رمح. الارو. السهم بتاعنا كربون فايبر 340 جرين ده وزنه. انا بستخدم ميكانيكال هيد. الميكانيكال برود هيد دي بتضرب زيها زي الفيل تيب بالظبط. طيب ايه الفيل تيب اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ بتكلمنا كلام احنا عارفينه، معلش حقكم عليا. الفيل تيب زي ما شايفين هو الاوز اصلا. الفيل تيب هي دي تيب عاديه جدا، اختراق، مفيش قواطع، ما بتعوركش وما بتعوركش الحاجه. دي بتستخدم في التريننج في التمرين. ولما بتضرب دي في الرمح في السهم ليها وزن ثابت، ولما بتغيرها وتحط برود هيد مختلف ممكن السهم يطير بطريقه مختلفه عشان الايروداينامكس بتاعته. فعشان كده الصناع اللي بيصنعوا الروس بتاعت الصيد بيحاول يخلي الراس بتاعت الصيد as close as possible للفيل تيب اللي انت بتصطاد بيه، اللي هو ده كده يبقى شبه ده. دول بيطيروا زي بعض بالظبط.
فانا لو بتمرن بده على 60 يارده انا هضرب بده وانا متاكد ان هو هيلبس في نفس المكان. النوع ده او بيطير وهو مقفول، بيبقى عليه سترينج. انا ما حطيتش عليه السترينج ده، انا هحتفظ بيه وهحطه مع الغزاله. ولما بيتضرب بيفتح، فبيعمل فتحه صغيره في الدخول، ولو في عظم بيكسره، وفتحه الخروج بتاعته بتبقى بالعرض ده. طيب هل في انواع تانية؟ في انواع تانية كتير قوي قوي قوي. بس انا بستخدم النوع ده من الميكانيكال هيدز اللي هو السواكر. وبعدين ده برضو سواكر، ده بيفتح عليه السترنج بتاعه زي ما انتم شايفين، لما بيتضرب السترنج بيفرقع وبيفتح بالشكل ده. ده اقوى من التاني في حاجتين. اول حاجه الهيد بتاعته هنا هيد اختراق، ده على الخنازير او الحيوانات اللي جلدها تخين رائع واللي هي عندها شيلد. ده الهيد بتاعته كاتر، تعدي في اللحمه. فانا بصطاد بده عشان ده بنضرب بيه الغزال. لو هضرب بقى خنزير حقيقي بستخدم برود هيد سايكلون، اللي هو ده رهيب. ما بيطيرش زي الفيلد تيب، بيطير مختلف شويه، فانا بستخدمه على المسافات القريبه. 30 يارده اقصى حاجه هضربها بيه، اللي بعد كده بقى ايه يبتدي يلوش منك سنه. وحرام ان انت تضرب حيوان تعوره ويموت من جرحه بعد مثلا 6-7 ايام، ولا انت استفدت باللحمه ولا سبته هو يعيش وطلع تتسلى. احنا مش طالعين نتسلى، هو يعني احنا طالعين ننبسط، وفي نفس الوقت طالعين نحط لحمه على الترابيزه، مش طالعين نعور حيوانات وننام. وفي واحد كمان، استنى راح فين، من البولتس القويه جدا، اللي هو ده. النوع ده رهيب، بس عيبه ان هو ما بيطيرش زي اي حاجه، هو بيطير زي نفسه. الديزاين بتاعه عباره عن 1 2 3، كل ناحيه فيهم عباره عن نص دايره او اولموست دايره كامله. الدايره الكامله مقسومه لنصين وفيها سكينتين في الجناب. ده لما بيضرب ده بيدخل ياخد حته لحمه في سكته وبيكمل. بس هو طبعا الايروداينامكس بتاعته معقده جدا، فممكن تبقى بتضرب نفس الهيد دي هي على ده، وبعدين انقلها احطها على السهم ده وتضرب في اتجاه تاني خالص الكلام. فانا بضرب بيه على 10 يارده مثلا، لو في خنزير 10 يارده 15 يارده ماشي، كده كده الخنزير احنا بنضربه عايزين نخلص منه وننضف الولايه منه. انما لما نيجي في حاجه هناكلها I don't recommend this. بس هنيجي للاناتومي بتاع الرمح بتاعنا او السهم بتاعنا. الاناتومي بتاع السهم بتاعنا، السهم ده كربون فايبر، في منه الومنيوم بس انا بستخدم الكربون فايبر. قدام في حته الاوز اللي انت بتغير فيها البرود هيدز بتاعتك، في التيب ايا كان تحطه وتشيله من عليه. دي اسمها الفلتشز او دي اسمها فلتش الفينز دي او الفلتش، ارو فلتش او ارو فين. دي الفلتش او الفين اللي محطوطه ورا دي بلاستيك على بتاعه الكومباوند بو، في منها ريش طبعا. دي الارو نوك بتاعتك، دي اللي بتدخل في الكابل وهي بتمسك قبل ما تطلع. في من نوكس دي الوان، وفي من نوكس دي بالبطاريه عشان لو بتصطاد بالليل بتفتحه وبعدين تضرب. ليه بنعمل كده؟ عشان الرمح بيخترق الغزاله. الرمح ده لما بتضربه بيعدي السهم، مش عارف ليه معلقه معايا سامحوني. السهم لما بتضربه بيعدي ويطلع من الناحيه التانيه. فبالليل انت بتحتاج تعرف الارو بتاعك راح فين بعد ما اصطدت عشان تتتبع خط الدم وتمشي ورا الغزاله. الارو بتاعنا مختلف تماما عن البولت، ده بتاع الكروس بو وده بتاع الكومباوند بو. طبعا في فرق سمك، رفع، ونوع الفينز اللي راكبه عليه. ارجو ان انا اكون شرحت لكم حاجه بسيطه وعرفتكم على حاجه بسيطه وكونتنت جديد يكون عجبكم. معلش موضوع سهم رمح سهم عدوها لي. انا مش بمنتج فيديوز، يعني احنا بنجرب وبنشوف لو دي حاجه تعجبكم. وان شاء الله ممكن نبقى ناخد الكومباوند ده بعد السيزون، عشان احنا السيزون بتاع القوس يخلص 31 اكتوبر وهيبتدي السيزون بتاع البندقيه وهيبقى جنان بقى، هتلاقي كل الناس لابسه برتقاني وشايل بندقيه وفي حته بره ربنا يستر. فبعد ما السيزون بتاع الغزال يخلص هناخد ده الرينج، وممكن نعمل حلقه عن ال 20 30 40 50
ونجرب المسافات ونجرب التارجتس المختلفه. وشكرا جدا لمتابعتكم، دعواتكم، وان شاء الله نعمل لكم واحد على الكروس بو على الحلقه الجايه، وتبقى حلقه لوحدها ونشوف دي لو تعجبكم برضه. سلام عليكم.